كنت عايز اسال بقى حضرتك على حاجه بخصوص موضوع الجراحات السمنه. مين الشخص اللي بقول له ان انت يجي لحضرتك يخبط على يدك كده تقولي له بص انت لازم الاول هتعمل جراحه تكميم، تمام، وبعد كده تجي لي، او لا انت هتعمل، يعني حضرتك بتصنفيهم ازاي؟ او ايه العيان؟ في عيانين بيبقى حاسس ان هو تخين يبقى خلاص واخد بعضه انا هطلع على دكتور التكميم على طول، يقول له انا عايز اعمل تكميم واخس. هل ده من كام كيلو يبدا يقول على نفسه كده، ولا يعمل ايه؟ الموضوع برضو بقى في ناس بحس ان هي وزنها ممكن تتظبط بحاجات بسيطه وبتتجه على طول للدكتور التكميم. من خلال حاجتين. اولا انا لازم اعمل جود اسسمنت مع البيشنت، الحاله اللي عندي لازم اكون عاملها تقييم صح، تمام، كمان ولازم ابقى واخده منها هيستوري صح. طبعا في حالات لازم تتحول انها بيبقى الجراحه، يعني الحالات الموربيد اوبستي، الحالات اللي هي الوزن بقى ما فوق ال 120 اللي هي بقى السريريه مش قادر يتحرك من مكانه. انا هو اوريدي حياته في ريسك، هو اوريدي حياته معرضه مع السكر ومع الضغط وحدوث جلطات وامراض القلب، فبالتالي انا اسيبه ان هو بيزداد في وزنه اكتر من كده، بالعكس ده انا كده بعرض حياته للخطر اكتر. ساعتها بتكون الجراحه سواء كان بقى عمليه السليف التكميم او البايباس تحويل المسار ايا كان المسمى ساعتها، تمام. لا بيبقى فعلا لايف سيفنج ليه، بينقذ حياته. تمام. طبعا الجراحه ليها دور عظيم فعلا، احنا ما نقدرش ننكره يعني. تمام. طالما في عندي موربيد اوبستي او سمنه مفرطه، هو الاختيار الاول طبعا بيكون الجراحه، بس هي الامانه العلميه تقتضي ان الطبيب وهو بيعرض الرؤيه بتاعته لازم يكون عنده امانه في حاجه زي كده. تمام. لان مش كل الناس هتجري على الجراحه، لان تمام. هي برضو في حالات ما بتحتاجش الجراحه، يعني الحالات اللي هي سواء كانت سمنه من الدرجه الاولى او الثانيه لا ممكن بتيجي بالويت ريدكشن وتنظيم الحياه وتنظيم اسلوب الحياه، الرياضه وتظبيط الحاجات. ما دام انا معرض الحاله للريسك بتاع الجراحه، وهو كمان كتير جدا من الحقيقه الواحد يقول فيه من الناحيه الاسكس الطبيه كتير جدا من دكاتره الجهاز الهضمي بيبقى عندهم امانه علميه وعندهم اسكس بيحترموها، اخلاقيات كده طبيه، ان فعلا في حالات بتبقى مش في احتياج وتروح تقول له دكتور انا عايز اعمل تكميم، فالدكتور يقول لها لا مثلا وزنك لا يعني ما يحتاجش حاجه زي كده. فبالتالي كل حاجه وليها لازم ما فيش حاجه اسمها ان انا مجرد ان انا وزني 100 كيلو ولا لا. حاجه ان انا اروح اعمل جراحه او ادخل نفسي في ريسك بتاع ده، لكن برضو في نفس الوقت في الناس الموضوع بالنسبه لها مهم يعني. طبعا دي حاجه لازم تبقى عشان تاخده برضو ده جراحه وريسك للبريتونيتس، الالتهاب اللي بيحصل البريتوني او التسريب اللي بيحصل في بعض من العمليات. اي نعم هو حاجه نسبه ضئيله جدا جدا، بس يمكن عشان تاخد القرار ده لازم يكون فعلا الدكتور شايف هل تقتضي الحاله فعلا. الحالات الموربيد اوبستي فعلا معظمها بتحتاج الحالات اللي هي السريريه بقى الكبيره اللي مش قادره. طيب العيان دلوقتي من الناس اللي هي الموربيد اوبستي او اللي مش قادر يتحرك، وزنه معدي ال 140 كيلو وعمل الجراحه، بعد الجراحه عشان انا بشوف ان في ناس بترجع تاني من القصه بتاع ما قبل عمليه التكميم، هل بيبقى ليه برضو بروتوكول معين في التغذيه لازم اتابعه بعد ما عمل العمليه؟ بيرجع لدكتور التغذيه تاني؟ طبعا لازم في متابعه تغذويه ليه، لطريقه اكله، الاكل بتاعه بيحتوي على فيتامينات ومعادن ازاي. ايوه لان بعرف انه بيقعدوا فتره ما يعني بياكلوا اكل معين. لا بيبقى في فولو اب مع دكتور التغذيه وبيتابع، بس على حسب بقى الدكتور بعد ما خلص الحاله معاه هو عنده دكتور موجود في مكانه او هو بيبعته لحد يتابع معاه، لكن ده لازم مهم جدا المتابعه، خاصه كمان انا لو انا عندي مثلا خلل هرموني مصاحب، مثلا عندي نقص في افراز الغده الدرقيه او كسل، مظبوط، او عندي اي خلل ميتابوليزم في عمليه التمثيل الغذائي اثر ان انا ازداد الوزن. طب انا لازم ببقى متابع الخلل ده وبعالجه وبصلحه، لان لو ما تصلحش من هرجع ازيد تاني. صح مظبوط. مع عمليات كمان التكميم معظم الحالات بيبقى فيه كتير حالات عندها جهل بان هي ممكن ما تعرفش انها بتزيد من زياده الافراط في تناول السكريات. أيوة. لو عملت تكميم وشربت حاجات كتيره فيها شوجر كتير يبقى احنا ما عملناش حاجه. احنا ما عملناش حاجه اصلا. صح كده. ده فيبقى فاهم برضو ان هو ماشي برولز وماشي بالهيلث اديوكيشن. انت خلصت عمليه تكميم ليك نظام معين، مش معنى كده ان انت خدت الحل السعري وخلاص كده تعمل اللي انت عايزه. تمام كده.